مرحبا بكم في برنامج إصدارات في الثقافة العربية. حلقتنا اليوم تخص موضوعا جد مهم، ألا وهو الإصلاح الإداري في العالم العربي. وكنموذج للتحليل اختار أعداد البرنامج المملكة المغربية للغوص في تجربة إصلاح المؤسسات والمقاولات المغربية. وللنقاش معنا خبراء القناة خديجة فارس ومصطفى عدنان. أهلا بيكم النهاردة يعني في إطار متابعتنا كده للمستجدات الثقافية في المغرب، خصوصا على الساحة الرقمية، يعني في الصحف والمجلات والسوشيال ميديا كمان. لفت نظرنا بصراحة مقالات مهمة قوي للكاتب السيد حسن ناجح. حسن ناجح كتاباته فعلا مميزة. بالظبط. والديتا اللي عندنا وضحت ان كتاباته اللي منشورة في الصحيفة المغربية وغيرها بتركز قوي في حتة السيميولوجيا وتحليل الثقافة المغربية من الزاوية دي. ده غير انه كمان مستشار في معهد الحكامة اللي بيرأسه السيد سعد بوعشرين. تمام. وحتى قناته على يوتيوب بصراحة فيها فيديوهات قيمة جدا. فالنهاردة بقى احنا عايزين نتعمق اكتر في تحليلاته بخصوص الورش الكبير لإصلاح المؤسسات والشركات العامة في المغرب. هنشوف هو شايف المشاكل ازاي وايه الحلول اللي بيطرحها. موضوع مهم جدا فعلا. هدفنا نفهم يعني اهم التحديات والابعاد الرئيسية للإصلاح ده ايه بالظبط. تمام. هو فعلا الإصلاح ده يعني ما جاش من فراغ كده، ده كان نتيجة تشخيص طويل وتراكمي لمشاكل كانت متلتلة في القطاع العام ده. متلتلتة دي كلمة دقيقة. بالظبط. بنتكلم على تضخم رهيب في عدد المؤسسات دي. تخيلي وصلوا ل 269 مؤسسة سنة 2021، رقم ضخم. يا نهار ابيض، 269؟ ايوه. وده طبعا عمل ايه؟ عمل تداخل كبير في الاختصاصات، يعني مين بيعمل ايه بالظبط بقى مش واضح، وطبعا ضعف واضح في الادارة والحوكمة نفسها. مفهوم. ضيفي على كل ده بقى ان اغلب المؤسسات دي كانت معتمدة بشكل كبير جدا على ميزانية الدولة. فلما جت ازمة زي كوفيد 19 الموضوع بان قوي، بان قد ايه الوضع ده هش ومحتاج تغيير جذري. الازمة كشفت المستور يعني. بالظبط كده. والتحليلات بقى زي بتاعة الأستاذ حسن ناجح بتركز قوي في تشخيص طبيعة الحوكمة دي، يعني ايه نوع الحوكمة اللي قايمة دلوقتي. وهو بيعتبر مقالاته دي يعني مساهمة في الحل، مش مجرد بينتقد وخلاص، لا هو بيحاول يشارك في الحل. ودي نقطة مهمة فعلا، انها مساهمة مش نقد بس. طيب الموضوع ده شكله كبير ومتشعب قوي، ايه الابعاد الرئيسية اللي المصادر بتتكلم عنها؟ هو ليه كذا بعد أساسي. تمام، نبدأ بإيه؟ ممكن نبدأ بالبعد التنظيمي والإداري. ده بيركز على إعادة هيكلة القطاع كله. يعني ايه إعادة هيكلة؟ يعني بصي، تنظيم الدنيا من أول وجديد، وكمان تفعيل مفاهيم مهمة زي الجهوية المتقدمة واللا تمركز الإداري. ممكن تبسط لنا المفاهيم دي شوية؟ الجهوية واللا تمركز. ببساطة شديدة، الجهوية المتقدمة يعني ندي صلاحيات وموارد أكتر للمناطق والجهات المختلفة في البلد عشان تدير شؤونها بنفسها بشكل أفضل. واللا تمركز يعني نقل السلطة والخدمات من المركز في العاصمة للمستويات المحلية عشان الخدمة تبقى أقرب للمواطن والاستجابة أسرع. تمام، يعني تقريب السلطة والخدمة للناس. بالظبط. ومع التنظيم ده لازم يجي البعد القانوني، وده مهم قوي. أكيد القوانين هي الأساس. هنا بقى بنشوف تحديث للقوانين اللي بتحكم المؤسسات دي كلها، وأهم واحد فيهم يمكن هو القانون الإطار 5021. اشمعنى ده أهم واحد؟ لأنه يعني هو اللي بيحط الأساس لطريقة إدارة أو حوكمة جديدة خالص. الفكرة إنها تبقى حوكمة قايمة على الأداء، على النتائج وعلى المساءلة، مش بس إن الورق والإجراءات شكلها سليم وخلاص، لا، الأداء هو المعيار. يعني التركيز على النتيجة مش الشكل. تماما. وكمان في نفس السياق القانوني ده اتعملت هيئة جديدة مهمة، الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة، أو ANGSPE زي ما بيختصروها. ودي بتعمل ايه بالظبط ANGSPE؟ دي بقى هيئة متخصصة وظيفتها تدير استثمارات الدولة في الشركات والمؤسسات دي، بس بشكل استراتيجي، يعني تفكر ايه المهم وايه اللي محتاج دعم وايه اللي ممكن الدولة تتخرج منه. الهدف طبعا رفع الكفاءة والعائد من الاستثمارات دي. تمام، يبقى تنظيم وقانون.
نيجي بقى للفلوس، أكيد البعد المالي والمحاسباتي. طبعا هنا بقى في مجهود كبير عشان الدولة تركز استثماراتها صح، يعني ترشيد للمحفظة العمومية، يشوفوا ايه الشركات والمؤسسات اللي ليها دور استراتيجي فعلا ومهمة للاقتصاد والمجتمع. يعني مش كله زي بعضه. لا طبعا، ده غير ان في محاولة لمعالجة مشكلة الديون اللي متراكمة على بعض المؤسسات الحيوية دي، وكمان في توجه لتبني معايير دولية في التقارير المالية زي IFRS. IFRS دي اللي هي المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، صح؟ بالظبط، دي ببساطة طرق محاسبة عالمية بتخلي الأرقام بتاعت الشركات أوضح وأسهل للمقارنة والتقييم للمستثمرين أو للدولة نفسها. بس طبعا تطبيق حاجة زي دي على مؤسسات بقالها سنين شغالة بالنظام تاني خالص مش سهل أبدا. هو ده اللي كنت لسه هسأل فيه. تفتكر إيه أكبر عقبة في تطبيق معايير زي دي؟ يعني إيه اللي بيصعب الموضوع؟ سؤال مهم جدا. بصي، العقبة الأكبر غالبا بتكون مش فنية قد ما هي ثقافية وتنظيمية، يعني تغيير الثقافة الداخلية نفسها جوه المؤسسات دي. تغيير العقلية يعني. بالظبط، وتدريب الناس على الأنظمة الجديدة دي وتوفير الموارد اللازمة ليها. وده بينقلنا بقى بشكل طبيعي للبعد اللي بعده، البعد التكنولوجي أو اللي بنسميه التحول الرقمي. الرقمنة والذكاء الاصطناعي والكلام ده. أيوة، فيه طموحات كبيرة جدا لاستخدام التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي عشان نحسن الخدمات ونرفع الكفاءة. كلام جميل طبعا، بس أكيد في تحديات. طبعا على أرض الواقع لسه في تحديات مش قليلة. أولا، البنية التحتية الرقمية نفسها مش بنفس القوة في كل المؤسسات. ثانيا، ودي مشكلة بتقابل أي تغيير، لسه في مقاومة للتغيير، يعني ناس مش عايزة أو خايفة تسيب الطرق القديمة اللي اتعودت عليها. دي طبيعة بشرية شوية. فعلا، ده غير كمان، وده نقطة مهمة، غياب ثقافة الشغل المبني على البيانات، يعني لسه القرار بيتاخد أحيانا بانطباعات مش بتحليل دقيق للأرقام. وكمان ضعف استخدام أنظمة معلومات متكاملة زي ال ERP. ال ERP اللي هي Enterprise Resource Planning؟ مظبوط، دي برامج كمبيوتر المفروض انها بتلم كل عمليات الشركة او المؤسسة في مكان واحد، من حسابات لمخازن لموارد بشرية، كله يبقى مربوط ببعضه. تطبيقها واستخدامها صح بيفرق جدا في الكفاءة واتخاذ القرار. تمام، يعني هيكلة وقوانين وفلوس وتكنولوجيا، شغل كبير فعلا. بس كل ده محتاج العنصر الأهم عشان ينجح، مش كده؟ اللي هو الناس نفسها. هو ده بقى مربط الفرس زي ما بيقولوا، البعد المتعلق بالموارد البشرية، أو زي ما بنحب نسميه دلوقتي الرأس مال البشري. كل المصادر اللي قريناها بتأكد إن الكفاءات هي أساس أي إصلاح ناجح. لو مفيش ناس كفء تدير وتنفذ، كل الخطط دي هتبقى حبر على ورق. دي حقيقة مطلقة. وهنا بقى القطاع العام بيواجه تحديات كبيرة جدا في الحتة دي بالذات. زي إيه مثلا؟ أول حاجة، وأنا بعتبرها من أخطر المشاكل، هي غياب أنظمة فعالة لإدارة المعرفة المتراكمة جوه المؤسسات دي، اللي بيسموها ساعات الذاكرة المؤسساتية أو ال ADN Organizational. الذاكرة المؤسساتية تقصد إيه بيها؟ أقصد بيها إن خبرة وتجارب ومعرفة الناس اللي شغالة بقالها عشرات السنين في المؤسسة دي للأسف مفيش نظام واضح يحافظ عليها وينقلها للأجيال الجديدة من الموظفين. يعني الخبرة بتروح مع الناس اللي بتمشي لشوية، وده بيضيع وقت ومجهود وفلوس طبعا. دي مشكلة خطيرة جدا فعلا. طب وإيه تاني في حتة الموارد البشرية؟ مشكلة تانية وبرضو خطيرة هي ضعف مؤهلات أو كفاءة بعض أعضاء مجالس الإدارة في المؤسسات دي. تقصد إن اللي بيتعينوا في المجالس دي مش دايما أكفأ ناس؟ التحليلات والمصادر بتقول كده، بتقول إن التعيينات في بعض الأحيان، مش كلها طبعا، بتعتمد على اعتبارات تانية غير الكفاءة والجدارة، زي مثلا الانتماءات السياسية أو العلاقات الشخصية. ودي طبعا بتأثر على قرارات المجلس. أكيد، ده بيضاعف الضر الاستراتيجي للمجالس دي جدا. المفروض إن مجلس الإدارة هو اللي بيحط الرؤية وبيوجه الإدارة التنفيذية، فلما يكون المجلس ضعيف أو مش بالكفاءة المطلوبة، الإدارة كلها بتتأثر بالسلب. مبدأ إن التعيين والترقية يكون بالكفاءة والاستحقاق بس، اللي هو الميريتوقراطية، مش دايما بيكون هو الأساس للأسف. طيب، الوضع شكله معقد والتحديات كبيرة، خصوصا في حتة الناس والكفاءات دي. ايه الحلول بقى اللي بتطرحها المصادر او محفظة المشاريع العملية دي بتتكلموا عنها؟ الحلول المقترحة بتركز على كذا محور أساسي عشان نواجه التحديات دي. أولا وقبل أي حاجة تانية، لازم استثمار جاد وحقيقي في الناس، في الرأس مال البشري ده. استثمار ازاي؟ يعني تدريب؟ تدريب طبعا، تدريب مستمر ومواكب للتطورات.
بس مش بس تدريب، كمان لازم ربط واضح ومباشر بين الترقية والمكافآت وبين الأداء الفعلي للشخص، مش بالأقدمية وخلاص. ولازم خلق بيئة عمل تكون جذابة للكفاءات وتشجعهم انهم ييجوا ويستمروا في القطاع العام ده. تمام، يعني نهتم بالناس الأول. ايه تاني؟ ثانيا، تحديث طريقة الإدارة والحوكمة نفسها. لازم تفعيل آليات الرقابة والتدقيق الداخلي بشكل حقيقي وفعال، مش تبقى مجرد شكل أو ورق بنملاه. بس دايما بنسمع الكلام ده عن تفعيل آليات الرقابة. ايه اللي يضمن ان المرة دي الموضوع هيكون مختلف والتفعيل ده هيكون حقيقي مش مجرد كلام؟ سؤال وجيه جدا. الضمان الحقيقي بيجي من حاجتين أساسيتين. أولا، إرادة سياسية قوية وداعمة للإصلاح ده على أعلى مستوى. ثانيا، وده الأهم، ربط واضح ومباشر بين المسؤولية والمحاسبة. يعني اللي يغلط لازم يتحاسب بجد. المحاسبة هي الضمانة. بالظبط. وده ينقلنا للمحور الرابع في الحلول المقترحة: إرساء منظومة متكاملة وواضحة للمساءلة والشفافية في كل المستويات، من أصغر موظف لأكبر مسؤول. لازم كل حاجة تبقى واضحة ومكشوفة. اوكي، يبقى استثمار في الناس، حوكمة ورقابة، ومساءلة وشفافية. ناقص حاجة؟ في كذا نقطة كمان مهمة. ثالثا، النقطة اللي اتكلمنا فيها من شوية: تطوير نظم المعلومات المتكاملة ERP وترسيخ ثقافة اتخاذ القرار المبني على البيانات والأدلة مش على الانطباعات. التكنولوجيا تاني. واضحة ومستدامة للمؤسسات دي، يعني نعرف هم محتاجين فلوس قد ايه وازاي هيتصرفوا فيها وازاي هنراقب الصرف ده. واخيرا، ودي نقطة بقت مهمة جدا على مستوى العالم كله دلوقتي، ان المؤسسات دي تتبنى وتطبق معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات اللي بنسميها اختصارا ESG. ESG؟ ممكن توضيح سريع؟ ESG دي بتركز على اداء الشركة او المؤسسة من 3 زوايا. E للانفايرمنت، البيئة، يعني تأثيرها على البيئة ايه. والS للسوشيال، المجتمع، يعني علاقتها بالموظفين والمجتمع المحلي ايه. والG للجوفرننس، الحوكمة، يعني طريقة إدارتها الداخلية والشفافية فيها عاملة ازاي. فالمؤسسة الناجحة دلوقتي مش بس اللي بتكسب فلوس، لا، دي اللي بتحقق أداء كويس في ال3 جوانب دول كمان. يعني نظرة أشمل وأكثر استدامة. بالظبط. وده طبعا عشان يتحقق محتاج استثمار كويس في البنية التحتية الرقمية اللي اتكلمنا عنها، وتشجيع الشراكات مع القطاع الخاص عشان يساعد في تطوير حلول مبتكرة. تمام. كان في كلام برضو في المصادر عن تطبيق نموذج اسمه الحكامة المقاولاتية. ممكن تقول لنا بسرعة ده عبارة عن ايه؟ نموذج الحكامة المقاولاتية ده فكرته قائمة على التعاون والتكامل بين 3 أطراف أو 3 أضلاع لمثلث واحد: الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني. يعني ال3 يشتغلوا مع بعض؟ ايوه، بدل ما كل واحد يشتغل لوحده او يمكن ضد التاني احيانا. الفكرة ان ال3 يتشاركوا في وضع الاهداف التنموية وتنفيذها ومتابعتها، كل واحد بدوره وخبرته. ده بيخلي تحقيق الاهداف دي فعال اكتر وتشاركي اكتر. مفهوم. يعني في النهاية واضح ان نجاح الورش الكبير بتاع الاصلاح ده هو مش معتمد على حاجة واحدة بس، لا، ده متوقف بشكل اساسي على تكامل كل العناصر دي مع بعض. بالظبط. يعني استثمار حقيقي وجاد في الناس والكفاءات، إدارة كويسة وحوكمة فعالة، نظم معلومات قوية بتدعم القرار، شفافية ومساءلة حقيقية، سياسات مالية واضحة ومستدامة، وتبني كامل للمعايير الجديدة زي ال ESG. كل ده لازم يشتغل مع بعضه. تماما، هي منظومة متكاملة، لو حلقة فيها وقعت المنظومة كلها بتتأثر. طيب، هل في نقطة أخيرة أو فكرة ممكن نسيبها للمستمع يفكر فيها بعد كل النقاش ده؟ ممكن، يعني في ظل كل التعقيدات دي اللي اتكلمنا فيها، وخصوصا التحديات الكبيرة قوي اللي ليها علاقة بالكفاءات وطريقة الإدارة والحوكمة والبيروقراطية أحيانا، السؤال اللي ممكن نطرحه هو: هل أي تأخير أو تباطؤ في معالجة المشاكل العميقة دي بشكل جذري وفوري، هل ده ممكن يهدد فعلا استدامة نموذج الدولة الاجتماعية اللي المغرب بيطمح انه يبنيه ويحققه؟ سؤال مهم فعلا ويستدعي التفكير والتأمل. العلاقة بين كفاءة الإدارة وتحقيق أهداف الدولة الاجتماعية. هو ده. هل ممكن الطموحات الكبيرة دي تضيع لو الأساس الإداري والمؤسسي مش متين كفاية؟ ده سؤال يستاهل نقف عنده. فعلا سؤال مهم جدا. شكرا جزيلا على النقاش العميق والمفيد ده وعلى كل التوضيحات دي. الشكر ليكي، وأتمنى نكون قدرنا نقدم صورة واضحة للموضوع.
طيب نبدأ بالجامعات. يعني الوثيقة بتقول ان في تحديات جامدة قوي رغم الاصلاحات اللي حصلت زي قانون 0100. ايه المشاكل دي بالظبط؟ بص، المشاكل فعلا يعني متجذرة. الوثيقة بتشرح انه رغم انهم تبنوا افكار الادارة العمومية الجديدة دي اللي هي المفروض تزود الكفاءة وكده، ايوه. التطبيق الفعلي ضعيف جدا. يعني الاستقلالية الإدارية والمالية لسه محدودة، والمركزية لسه مسيطرة وبتخنق أي محاولة ابتكار. وده بيأثر على سوق الشغل طبعا. شغل الحقيقية، وده بيخلي الكفاءات تسافر والإنتاج العلمي كمان يتراجع. وفي مشاكل حوكمة كمان. طبعا مشاكل واضحة، ضعف شفافية، تضارب مصالح أحيانا، وآليات التقييم والمحاسبة ضعيفة قوي. يعني حتى الخطط الكبيرة زي ميثاق التعليم العالي الجديد بتاع 2030 ده الباكت ES3 برضو بيواجه صعوبات. بالظبط، هو كلام طموح جدا على الورق، لكن عشان ينجح لازم يعالج المشاكل الهيكلية دي الأول. زي ايه مثلا؟ ضعف الاستثمار، الاستقلالية اللي مش حقيقية بتاعت الجامعات، ضعف آليات الحوكمة والتوجيه والتقييم، ومننساش كمان المقاومة الداخلية للتغيير اللي موجودة. طب والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والحاجات دي؟ برضو بتواجه صعوبات، في فجوة رقمية، تحديات أخلاقية وقانونية. يعني خلاصة الوثيقة في النقطة دي بصراحة مقلقة شوية. الدور الأساسي للجامعة في إنتاج المعرفة والمواطنة بقى مهدد. طب لو ده وضع الجامعات اللي هي يعني مؤسسات قديمة وعريقة، ايه بقى الوضع بالنسبة للوكالات الجهوية الجديدة بتاعت التعمير والإسكان دي اللي لسه بتبدأ؟ تمام، الوكالات دي اللي هي بقانون 64.23 هدفها المعلن كويس ومهم، انها تدمج التخطيط العمراني مع البعد الاجتماعي وتعزز فكرة اللامركزية. دي حاجة كويسة طبعا، لكن التحليل بيحذر من عقبات حقيقية جدا ممكن توقفها. أول حاجة خطر تداخل الاختصاصات. ازاي يعني؟ يعني ممكن شغلها يتداخل مع شغل جهات تانية موجودة أصلا، زي الجامعات الترابية، الوزارات، وحتى الوكالات الحضرية القديمة اللي المفروض دول يحلوا محلها. وده يعمل لخبطة إدارية وبطء. بالظبط، تعقيد إداري، بطء في القرار، وصعوبة كمان إنك تعرف مين مسؤول عن إيه بالظبط. تمام، وايه تاني؟ في نقص واضح في الكفاءات والموارد التقنية على المستوى الجهوي عشان تقدر تغطي كل الاختصاصات الواسعة دي. وكمان مرحلة الانتقال نفسها من الوكالات القديمة للجديدة متوقع تكون صعبة. يعني ممكن الاسم يبقى جهوية بس السيطرة تفضل مركزية؟ ده تخوف كبير موجود فعلا، خصوصا في التعيينات والميزانيات. الوثيقة كمان لفتت نظري لنقطة دقيقة شوية، اللي هي إن القانون استخدم تعبير خبراء متخصصين بدل متصرفين مستقلين عشان يوصف أعضاء مجلس الإدارة اللي مش بيمثلوا الدولة، وده ممكن يخلينا نسأل عن درجة استقلاليتهم الحقيقية. فعلا نقطة مهمة. طيب القطاعين دول مختلفين، جامعة وتعمير، هل في محاور إصلاح مشتركة بينهم أو للقطاع العام كله الوثيقة بتتكلم عنها؟ أكيد، وده يمكن أهم جزء في التحليل. الوثيقة بتشدد على ضرورة الاستثمار فورا في محورين أساسيين. الأول، البنية التحتية الرقمية ونظم المعلومات لازم تبقى متكاملة وقوية. التاني وهو الأهم بصراحة، رأس المال البشري. لازم استثمار ضخم في التدريب وتطوير المهارات وإدارة المعرفة عشان نحافظ على الخبرات اللي موجودة. الوثيقة بتسمي فقدان الخبرات ده الخطر الصامت. بس البنية التحتية والناس لوحدهم كفاية؟ لا طبعا، لازم ده يمشي مع تحديث جذري للحوكمة. يعني تقوية دور مجالس الإدارة، شفافية أكتر، تقييم حقيقي مبني على الأداء، ونظم واضحة للمساءلة. والشراكات؟ مهمة جدا، تشجيع الشراكات بين القطاع العام والخاص عشان نلاقي حلول مبتكرة وتمويل مشترك كمان. وآخر حاجة، معايير البيئة والمجتمع والحوكمة ESG دي. ESG دي ما بقتش رفاهية خالص، بقت ضرورة استراتيجية عشان نحقق التنمية المستدامة ونمشي مع متطلبات النموذج التنموي الجديد. يعني الخلاصة الموضوع مش مجرد تغيير قوانين وهياكل وخلاص. تماما، النجاح الحقيقي مربوط بالاستثمار الجاد والمستمر في الإنسان الأول، وبعدين تحديث آليات الحوكمة وتطوير نظم المعلومات وسياسات مالية واضحة مستدامة، وننشر ثقافة المساءلة والشفافية، ونتبنى معايير ESG كجزء أساسي من استراتيجية أي مؤسسة. الوثيقة بتعتبر دي يعني شروط أساسية مش مجرد توصيات. في الختام، واضح من التحليل ده ان اصلاح المؤسسات العمومية في المغرب سواء الجامعات او وكالات التعمير الجديدة
ده موضوع معقد ومحتاج نفس طويل ورؤية شاملة. أكيد التشريعات دي خطوة أولى مهمة، لكن التطبيق الصح هو اللي بيفرق. وده محتاج تركيز حقيقي على التحول الرقمي وتأهيل الناس وتطبيق حوكمة سليمة ومستدامة. وفي نقطة أخيرة مهمة جدا التحليل بيطرحها كتحذير، ايه هي؟ إن أي تأخير في معالجة المشاكل دي بشكل جذري، وخصوصا ضعف الاستثمار في العنصر البشري والتساهل في تطبيق مبادئ الحوكمة والمساءلة، بجد ده مش بس بيهدد نجاح الإصلاح في القطاعات دي لوحدها، بيهدد ايه كمان؟ بيهدد استدامة مشروع الدولة الاجتماعية الأكبر في المغرب. فالتحدي هنا أكبر بكتير من مجرد إصلاح إداري، ده بيمس صلب طريقة تنمية في البلد كلها. خلينا نبدأ بالتحديات اللي رصدها الأستاذ حسن. أول حاجة لفتت نظري هي مركزية الحوكمة، يعني القرار لسه فوق قوي. بالظبط، ودي بتخلق صعوبة في المرونة وسرعة الاستجابة، ومعاها كمان محدودية الكفاءات في بعض الأماكن الحيوية. وده بيودينا للنقطة الثالثة اللي هي بطء التحول الرقمي، يعني حتى لو في نية محتاجين الكفاءات والإدارة المرنة عشان ده يحصل بجد. أيوة، ولما نضيف عليهم كمان تداخل الاختصاصات بين جهات مختلفة، الصورة بتبقى بصراحة معقدة شوية، وبتسبب قلق مفهوم سواء للموظفين أو للمواطنين. مظبوط. عشان كده التحليل مش بيقف عند المشاكل وخلاص، بيقدم رؤية إصلاحية واضحة. ايه أبرز ملامح الرؤية دي؟ أهم حاجة فيها حسب ما فهمت هي المقاربة الشمولية، يعني مش حلول متفرقة كده وخلاص. يعني بيبص للصورة كلها، وده بيتطلب أولا تعزيز الحوكمة الرشيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة بشكل حقيقي وفعال. تمام، وجنب ده تحديث الإطار القانوني عشان يواكب التطورات، وتفعيل بقى فكرة الجهوية واللامركزية الإدارية. نقل السلطة والقرار لمستوى أقرب للناس، دي نقطة مهمة فعلا. والرؤية دي الكاتب بيترجمها لحلول ومشاريع عملية، زي مثلا التركيز الواضح على تحسين جودة الخدمات اللي بتوصل للمواطن. ده أساسي طبعا. وإيه كمان؟ تنمية الرأس المالي البشري، يعني الاستثمار في الناس، في الموظفين، تدريبهم، تأهيلهم، ده هو المحرك الحقيقي لأي إصلاح. وطبعا تسريع التحول الرقمي، يعني مش مجرد كلام، لا، استخدام أدوات زي الذكاء الاصطناعي، نظم البيانات الكبيرة عشان نحسن الأداء. بالظبط. ونقطة تانية لفتت نظري جدا في الحلول المقترحة هي تبني معايير الاستدامة اللي هي ESG، البيئية والاجتماعية والحوكمة. إن المؤسسة تكون مسؤولة عن تأثيرها الأوسع على المجتمع والبيئة، دي نقلة نوعية في التفكير. تماما. لكن في نقطة التحليل بيعتبرها المحك الحقيقي لنجاح كل ده، اللي هي إن الإصلاح الضخم ده مرهون بشكل أساسي بوجود إرادة سياسية قوية وقيادة قادرة على التنسيق، يعني زي ما بنقول قرار من فوق. أيوة، دي حقيقة. من غير الإرادة دي وقيادة فعالة بتنسق الجهود، كل الخطط الحلوة دي ممكن للأسف تفضل حبر على ورق. والإرادة دي لازم تترجم لخطوات عملية على الأرض، استثمار حقيقي وجدي في الكفاءات البشرية اللي اتكلمنا عليها، وتحديث نظم المعلومات عشان القرار يتاخد بناء على معلومة صح ودقيقة ومحدثة، مش بالتقدير كده. وإرساء منظومة واضحة للمساءلة والشفافية، مين مسؤول عن إيه والنتائج شكلها إيه. أكيد، وسياسة مالية واضحة ومستدامة للمؤسسات دي عشان تقدر تشتغل وتحقق أهدافها. ما ينفعش كل شوية يبقى فيه أزمة تمويل. يعني لو هنلخص أهم خلاصة في تحليل الأستاذ ناجح حسن، واللي ممكن تكون صدمة شوية، هي إن الهدف النهائي بناء مؤسسات عمومية حديثة بتخدم المواطن وبتضمن استدامة الدولة الاجتماعية. والمقلق في كلامه بقى هو التحذير من إن أي تأخير أو تباطؤ في معالجة المشاكل اللي قلناها دي بيهدد الهدف الكبير ده بشكل مباشر، بيهدد استدامة الدولة الاجتماعية نفسها. ودي نقطة خطيرة ومهمة جدا للتفكير فيها. وبكده نكون أخذنا لمحة أعمق عن الملف ده وتحدياته وحلوله المقترحة بناء على المصادر اللي معانا. شكرا جزيلا على التحليل الواضح ده، وشكرا خاص لمعد البرنامج الأستاذ سامي وهج. العفو، وإلى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله. الكلمة للإعداد. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا من برنامج إصدارات في الثقافة العربية، والتي خصصناها لموضوع الإصلاح الإداري بالعالم العربي كآلية أساسية لتحديث المؤسسات الإدارية بالدول العربية. ومن خلال تجربة المملكة المغربية حاولنا مساءلة نماذج الحوكمة
وقراءة تحديات الانتقال المؤسساتي، واستشراف آفاق أكثر كفاءة وشفافية. ورفقة خبرائنا خديجة فارس ومصطفى عدنان، توقفنا عند إنجاز عدد من المكتسبات، بيد أنه ما يزال يطرح من أسئلة وإكراهات. وعبر الوثيقة التحليلية وقفنا عند رؤى نقدية، وكذلك بعض التوصيات العملية التي تدعو إلى جعل المواطن محور الإصلاح، وتعزيز دور القطاع الخاص وإشراك المجتمع المدني في مختلف مراحل بلورة السياسات العمومية، لكون المشروع يهم الجميع. وكما لاحظتم، فقد ركز البرنامج على تحليل تجربة الإصلاح الإداري في المغرب عبر استعراض الإجراءات المتخذة والتحديات التي واجهتها خلال التنفيذ. وقد ناقش الخبراء الجوانب المختلفة للإصلاح، بدءا من الهياكل الإدارية ووصولا إلى آليات الرقابة والمساءلة، كما تم تسليط الضوء على دور القطاع الخاص والمجتمع المدني في عملية الإصلاح. إضافة إلى هذا، قدم الخبيران الآنسة خديجة السيد عدنان تحليلات معمقة ووجهات نظر مختلفة حول تجربة الإصلاح فيما يخص قطاعين كنماذج مختاع بعناية نظرا لأهميتهما، وهما قطاع التعمير والتعليم العالي. وفي هذا الصدد تناول النقاش الجوانب الإيجابية والسلبية للإصلاح المتعلق بالمؤسسات التابعة لهذين القطاعين، بالإضافة إلى التحديات المستقبلية. كما قدم الخبيران توصيات عملية لتحسين عملية الإصلاح وزيادة فعاليتها. وقبل أن نختم الحلقة، وللأمانة العلمية، لابد من ذكر أن مقاربة السيد حسن ناجح التي يمكن وصفها بالشمولية المتعددة الأبعاد انطلاقا من التنظيم إلى التكنولوجيا تعد ابتكارا في ميدان علوم التدبير. كما تبدو نظرية الحوكمة المقاولاتية الثلاثية الأطراف مفتاحا للنجاح في تنزيل مضامين هذا المشروع الضخم الخاص بالإصلاح الإداري بعالمنا العربي، وذلك تحت شكل برامج عملية مندمجة ومتكاملة بعيدا على المسارات التقليدية. تحياتي لكم مشاهدين الكرام، وإلى الحلقة القادمة من برنامجكم إصدارات في الثقافة العربية. إلى اللقاء، ودام الفكر منارة للتطور والتغيير.